السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حاجة حلوة كده للإفطار او لسهرة بسيطة بالليل. واحلى حاجة لما عيالك يناموا روق على نفسك بالليل كده. طبعا احنا ما بنخليش في نفسهم حاجة، فلما بنصدق بقى ان هم يناموا كده عشان الواحد يروق على نفسه شوية. أكلة بسيطة وسريعة وإن شاء الله تعجبكم، وأنا بحب أعملها على طول. حتى لاولادي في المدرسه ساعات بقوم بدري كده وبعملها لهم. بجيب عيش آلي من الطابونة عادي خالص، او اي نوع عيش انت تحبيه، فينو او شامي او عيش قمح، اي عيش انت بتحبيه تقدري تعمليه. هروح اجيب طاسه واحط فيها شويه من الزيت بعد ما الف الجبنه الرومي في قلب العيش. هحط في الطاسه معلقه واحده من الزيت، وهبدا ان انا اسخنها على النار واحط فيها العيش يا دوب بس يسخن وياخد كده تضليعه الجريل والجبنه تسيح جواه. هبدا ان انا اقلبه على الجهه التانية، واول ما يتحمر والجبنه تسيح اطلعه لكم على طول. اول بقى كده ما يبتدي يتعمل على النار، هاجي بقى اقطع خياره وطماطمايه، عندك كابوتشا، اي نوع خضار انت تحبي تحطيه او مخلل براحتك. هقطع برضو الطماطمايه كده وارصهم بشكل كويس بحيث ان الشكل في النهايه يكون حلو، لان العين بتاكل قبل البق بصراحه. فانا كده هظبط الشكل بتاعهم وهرصهم رصه حلوه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. او انا في الوقت ده عماله اقلب كده في الطاسه يمين وشمال لحد ما الجبنه تسيح على نار وسط مش على نار عاليه، عشان العيش ما يتحرقش من بره، والجبنه لو العيش درجه الحراره عاليه. هبدأ بقى ان انا ارص الخضار بتاعي بشكل حلو. حتى لو بتعملي الحاجة دي لنفسك اعمليها بحب كده وبنظام عشان شكلها يكون مميز. والله ما شرط، مش شرط عشان في تصوير او حاجة، بس انا فعلا بقدم الحاجة بالشكل ده. عشان كده لو عندك ضيف، لو زوجك اللي هياكل، لو اولادك، برضو تقدمي الاكل بشكل حلو بيفرق جدا. يعني لو طعمه وحش اصلا وشكله حلو والله بيفرق كمان. هبدأ بقى ان انا احط شوية شيبس كده او شوية مقرمشات عندك. عايزه اقول لكم انا بعمل الاكل ده الساعة 3 الفجر، يعني انا وانا بصور الوصفة دي كنت الساعة 3 الفجر. بس كنت جعانه قوي ومصدقت ان عندي بقى جبنه رومي، فقلت لا ما بديهاش. هبدا بقى ان انا كمان اصب عصير المانجا. ده عصير بالمانجا باللبن اللي كنت عاملاه معاكم، وكان حلو قوي. ولما بيسقع كمان اكتر وبيقعد فتره كده في التلاجة بيكون حلو قوي. وكده انا طلعت العيش. عايزه اقول لكم قرمشه من بره، والطبقه دي خطيره، طعمها حلو قوي. ومن جوه الجبنه السايحه. ولو عندك بقى ميكس جبن شيدر رومي اللي انت عايزاه حطيه. شايفين الجبنه يا وعدي على الجمال، حلو قوي. من السندوتشات الخفيفه والسهله واللي بحبها قوي بجد. يا رب بقى الفيديو اللي عجبكم، متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. بتفرج على الوصفه دي على الفيسبوك، اعملي شير للوصفه. دمتم بألف خير.